كاتي مساء الخير يا فانزاتي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ كل سنه طيبين. كنت نزلت من فتره سؤال على انستجرام لفانزاتي حبايبي، لو انت راجل لمده 24 ساعه هتعملي ايه؟ والحمد لله الاجابه كانت مبهره كالعاده. قلت اعكس بقى، قمت نزلت سؤال للرجاله، قلت لهم لو انت ست لمده 24 ساعه هتعمل ايه؟ وانبهار، والله انبهار كالعاده. ورينا بقى هتعملوا ايه يا ستي. ما انا بشوف اهو، والله اديني فرصه. يا رب اصحى الاقي الرجاله كلهم اتقلبوا ستات. ليه ما هي ماشيه طبيعيه؟ كويس، ما بلاش يعني، افتكري اني قلت لك بلاش. هبطل نكد على جوزي يا راجل. ده كان اسمه عزت، هو اللي قال، انا ماليش دعوه. شوف يا سيدي، ال 24 ساعه كئيبه، ال 24 ساعه النفسيه تعبانه، ال 24 ساعه مش بعمل حاجه، ال 24 ساعه هنكد عليه. اسمه بولا منير وانا بهدي النفوس. بس ده كلام يا بولا، ده كلام تقول ما يصحش يا اخي. انا مش راجل بس هقتل الستات. اكيد هيروح يبات وسط الحريم. يا ستي في ايه يا ستي؟ ما هو حتى لو بات وسط الحريم هيبقى ست زيهم. هعمل عمليه وارجع راجل يا عم؟ لا مش هبقى نيكد انا. يا اسامه اندرسكور 8 اندرسكور 15، ده هم 24 ساعه مش قادر تستحمل. هنزل اكلم الكراش براحتي يا ابني، ما انت هتبقى صاحبتها، يعني ده لا يفيد، وجايز الواد اللي بيكراش عليها يرتبط بيك انت، هتبقى مصيبه. هو مش محتاج تحدد له مده، هو كده كده على طول منسون. بعشق البوستات دي، بعرف اشفي غليل منه كويس. هتجوز واقعد في البيت. خلي بالك هو ده حلم ناس كتير بما فيهم ستات شخصيا، بس هو الموضوع مش، هي تبان سهله بس خلي بالك هي صعبه لا مش سهله. هعرف بيتشقطوا ازاي يا عم؟ في ايه يا عم؟ هتسوحنا يا عم، وبعدين انت مستني لما تتقلب ست عشان تعرف؟ ده كلام يا حاج. هطلع اعمل فيديو للستات كلهم وانصحهم يعاملوا رجاله كويس، ما يسمعوش كلام رضوى الشربيني. بص يا، لو رضوى الشربيني قفشتني انا وانت هنتساوى. استاذه رضوى انا ماليش، انا ما اعرفوش، انا ماشي كويس. هروح الكوافير واقعد فيه بالساعات واعرف بيتكلموا لا فكره بقى. محمد، لا خفي لي السوالف. لا لسه في حوار هنا عايز اشوفه، بس اشوف بيقولوا ايه. هضرب كل ست كنت عايز اضربها. دي حلوه، دي حلوه. برافو يا كابتن، برافو. النبي ما هيستحمل 24 بربشه. ده انتوا من دور برد بتكوعوا في السرير. في ايه انتوا جايبيننا تهزقونا هنا ولا ايه؟ هحضر حفله جيرلز فري. انت كحيان انت كحيان ومستني تخش حفله ببلاش. كحيان يا محمد. هيعمل حواجبه يا ست. انا بلعب مع الرجاله، ايه المشكله؟ ده سؤال افتراضي، ما خلاص يا بنات في ايه. نجرب احساسهم هما بينكدوا علينا ونشوف دي هرمونات بجد ولا استهبال. شكله استهبال يا ما احنا اسفين يا جماعه. لا هرمونات يا كابتن، ما تجيبلناش مشاكل. هعلي الفولورز بطريقه مش طبيعيه يا سيدي. مفيش الكلام ده، والله ما في الكلام ده. ما في ناس مش لاقيه فولورز وبنات، والله ما فيش يا ابني الكلام ده. ارجع لعقلك ارجع. ليه بتقول كده لمده 24 ساعه؟ ما هو بالفعل في رجاله بتعمل ستات على طول. يا ستي في ايه يا اخوانا؟ في ايه يا اخوانا؟ اكيد هيدخلوا حمام البنات عشان يشوفوا بيتاخروا ليه. عالم مش سالكه. طب انت قولي لنا، انت اللي قولي لنا يا ست، بتتاخروا ليه جوه؟ ما احنا مش عارفين. هبطل شغل خالص، اتجوز عشان اتستت. يا ابني ما هي دي صعبه، ما المشكله ان احنا بنبقى فاكرينها سهله. لا هي صعبه، لا الشغل حلو، اسمع الكلام. ده ولد على فكره، كان في واحد منزل بوست وعايز بنت تخرج معاه يوم الفالنتاين وهتاخد 2500 جنيه. كنت هروح معاه واخدهم. معلش استنى للسنه الجايه. حاسب الله كده تبيعنا عشان 2500 جنيه؟ خلاص يا جدع انا بهزر. هسل امه واقعده في المطبخ يعمل لي شاي. بقول لك ايه، اعمل لي 10 شاي وادلقهم واعمل لي 10 غير. ده فكر رجالي استثماري بحت. هتعرف على نسوان كتير واخد ارقامهم عشان لما اقلب راجل تاني ان شاء الله احنا هنزرع علاقات ونحصدهم نسوان باذن الله. هخش حمام الستات اشوف بيتاخروا ليه جوه. مساء الخير يا بنات، ايه مطولين يعني؟ انتوا بتعيطوا؟ لا انا مش لعبه يا ابني، بيحترمونا جدا. مش ممكن والله. في رجاله منسوينه اكتر من نساوين اصلا. خلاص يا ست، خلاص يا احنا متاسفين. انا بنت اهو وبقول لك مش هيستحملوا، ارحمونا بقى. هقعد اعترض على كل حاجه وهزعل من غير سبب، وكل شويه هقول انا نفسي في شوكولاته، عاوز هديه، هدفعها دم بقلب.
خالد انت قاعد فاضي؟ روح هات لي هديه. انت هتعمل ايه؟ انا هتعلم اللي هو الفرق ما بين الاي شادو والاي لاينر والفاونديشن والاوتوميشن، الحاجات بتاعتكم دي هتعلم. حاسه من اجابات البنات هتقولوا نعمل بيبي واحنا قاعدين؟ والله ولا واحد جاوب بالاجابه دي يا انس. ما احنا بنقعد بس في وقت عوزه. يا عم انا قمه في النحس، اول ما بقى ست هيجي لي بيريود. يا عم في يا اخوانا في ايه يا ابني؟ ما تعرفوش تبقوا ستات؟ هو انتوا فالحين في حاجه وانتوا رجاله؟ في ايه يا انسه؟ ما والله حضرتك مش الكلام كلام افتراضي، اخذ وعطا. والله في ايه؟ هجرب ازغرط. والله هي فكره حلوه. بابا بيقول لي اعوذ بالله وانت ما لقيتيش غير بابا تساليه. انا ههتم بمشاعري كده واروح اترمي في حضن البست وافضل اعيط. شفت يا سامع عمل في الاخر ننام مع الناس؟ يا ساتر، نروح اي حته ناكل ونفر. اسمه احمد انا ماليش دعوه بيه. هشرب سجاير وحشيش وارجع وش الفجر واضرب اخواتي؟ ده لو حضرتك ست. لو حضرتك بنت حضرتك فهمت السؤال غلط. اشوف نفسي من غير ميك اسمه محمود. انت ما اعرفوش، ماليش دعوه بيه، هو اللي بيقول كده. همشي في الشارع احضن كل الستات الجامدين. فكر ذكوري فظيع. هتحبسنا انت كده. في رجاله مش محتاجه تبقى ستات، هرمون الانوثه عندهم طاغي لدرجه بقى ان هم بقوا بيعملوا وشهم واكس زي اللي انا عاملاه ده. هيعملوا حوامل؟ ايه الميزه في كده؟ انا مش هيعملوا حوامل في ايه؟ ما هو موضوع صعب ومتعب واحنا عارفين. ست ايه بس؟ انتوا نافعين في حاجه بكرشكوا ده يا جماعه. يا جماعه نحترم بعض شويه يا جماعه، نحترم. مش معقول كده. في ايه نستهدي بالله. هروح اعمل شوبينج واحط مونوكير. حلو المونوكير ده هاتي لحسه يا سلوى. واضحك ضحكه مستفزه في الشارع. ها واروح قعده بنات مع بعض اشوف بيتكلموا في ايه. بيتكلموا في اللي انت هتعمله ده. الظهر رقاصه والظهر يلعب واكسب ده. يعني لما تتقلب ست تقوم رايح تشتغل رقاصه؟ اكيد ال 24 ساعه دول ما يكفوش، دول يا دوبك للميك اب بس. عارفه انت على ما تفرشي الفاونديشن على وشك بنكون خدنا بتاع 8 ساعات. هكلم بنات واخزوقهم زي ما بيعملوا فينا. يعني امك يا اخويا معلش يا ابني. ايوه ما الواد ويجز هو نزل اغنيه البخت من شويه. سؤال صعب قوي، بس انا لو بنت همشي عريان. يا عم استهدى بالله. في ايه خليك ولد احسن. هروح اصاحب الكراش واقول لها ان انا جامد بقى وكده، وبعدين لما ارجع راجل تاني هرتبط بيها. والله تبا لاحلام البسطاء، والله تبا يا ابني. هتعرف على بنات كتير يا ابني، ما انت هتبقى زيهم. لن تفيد في مثل هذه بلاش. هجرب احساسي ان اتعاكس. ما ده مش حلو، ده اكيد مش على حسب يعني، بس هو مش حلو. الحقيقه مش هيكفيك 24 ساعه. انا نفسي اهو بقالي 24 سنه ومش لاحقه لسه. في حاجات كتير قوي. في جزمه بينك عجباني هموت واشتريها. تفتكر هيجي لهم قلب يشقطوا رجاله؟ انا بقول ان الاسك ده لازم يخلص. والله انا اسف يا جماعه، انا والله كنت بهزر. هطول شعري. الوضع بيخرج عن السيطره، لازم انهي هذا الفيديو بسرعه. همشي بدري من الشغل. انت تقصد تقول ان البنات والستات بيروحوا بدري من الشغل؟ احترموا نفسكم بقى. اسمه احمد على احترم نفسك بقى. نفسي اشوف الرجاله حوامل وبترضع وبتودي التمرين وبتجيب من التمرين وبينظفوا بيوتهم ويركزوا ويذاكروا للعيال، مش امر ونهي وخلاص. احنا اسفين، احنا عارفين والله الموضوع صعب. شوفهم بيجوا سكه ازاي. يا عم خلاص يا اخوان، انا اسف. الى هنا سيداتي انساتي سادتي تنتهي هذه الفقره الحزينه. شكرا، سلام عليكم.